نظم مجلس الأعيان في مقاطعة الجزيرة وقوى الأمن الداخلي ومكتب العلاقات في قوة سوريا الديمقراطية أمس الخميس اجتماعا موسعا مع شيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية حول آخر المستجدات والتطورات السياسية. وحضر الاجتماع مجلس الأعيان وقوى الأمن الداخلي ومكتب العلاقات في قوة سوريا الديمقراطية ورجال الدين من كافة الطوائف ووجهاء وشيوخ العشائر، وذلك في صالة النجوم في مدينة الحسكة. وبدأ الاجتماع بشرح الوضع السياسي في الساحة السورية وفي المنطقة بشكل عام بعد سقوط نظام الأسد البعثي والصراعات التي تحدث الآن في مناطق سوريا كافة. وأشار المشاركون إلى ضرورة تكاتف كافة أبناء شمال وشرق سوريا حول إدارتهم الذاتية وقوة سوريا الديمقراطية لعدم حصول أي فتنة عرقية أو طائفية بين المكونات، وشددوا على ضرورة الحوار السياسي السوري. يكون الحوار سوري ونعمل أن نبني سوريا جديدة جميعا، ولا نقبل أنه في سوريا تكون مجزأة، ولا نقبل أنه سوريا تكون يعني الفئة من الناس. احنا بدنا نكون سوريا لكل السوريين، ونأمل أنه سوريا أنه احنا الشعب السوري احنا نحل مشاكلنا بين بعضنا، وسوريا لجميع السوريين. واحنا نتداول أنه الحوار، نأمل أنه الحوار يكون سوري ونعمل على هذا الأمر. نحن بدورنا كشيوخ ووجهاء نقف مع الثورة السورية ونمد أيدينا لكافة مكونات الشعب على الجلوس على طاولة واحدة والحوار من أجل سوريا جديدة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري. لجميع مكونات الشعب السوري في سوريا لهم دور كبير، وشمال شرق سوريا كان لها دور كبير في محاربة تنظيم داعش الإرهابي. ونحن كشيوخ ووجهاء في مناطق شمال شرق سوريا منفتحين على الحوار مع سوريا الجديدة. الأسد وقوى الأمن الداخلي وهيئة الأعيان ومجلس أعيان الحسكة.